ليه بنتعب بعد ما بناكل؟ بعض الناس بعد ما بتاكل بتحس بتعب وبتحس بإرهاق، بتحس ببرودة في الجسم، بتحس إنها محتاجة تنام. ويمكن كتير منكم جرب الموضوع ده، مجرد ما بياكل ينام أو يقول لك أنا لازم أنام بعد الأكل. بعض الناس بتحس بجسمها سقع شويه او برد، بعض الناس بتحس بارهاق وبتضيع خالص من كتر الاكل. طيب المواضيع دي او الموضوع ده ليه اسباب علميه، ومش عايزك تقلق، كل حاجه وليها حل. زي ما هنقول اسباب الموضوع هنقول الحل بتاع الموضوع وازاي نقدر نتعامل معاه عشان ما يحصلش الموضوع ده مرة تاني. الموضوع ده ممكن اسبابه تكون مرضية، ممكن اسبابه تكون بعملية جراحية، كل ده هشرحه في الفيديو ده. ما ننساش ان الفيديو تعمل له شير عشان خاطر غيرك يستفيد، ولو الفيديو عجبك والمعلومات اللي فيه قيمة وعجبتك ما تنساش تعمل لايك وتفعل جرس الاشعارات وتشترك على القناه عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. وخلونا دلوقتي نبدا نعرف ليه لما بناكل بنحس بتعب وعايزين ننام وارهاق، وبعض الناس بتحس بدوخه. بصوا يا جماعه، طبيعي جدا اي انسان مننا بياكل، ماشي، بالبلدي كده الدورة الدموية بتاعة جسمك بتروح بنسبة كبيرة على منطقة الجهاز الهضمي اللي هي منطقة المعدة والاثنى عشر والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. كل ده ليه؟ عشان خاطر في حاجة بتحصل في المنطقة دي، في عملية هضم بتحصل، وكل ما بتزيد الوجبة وبتكبر حجمها كل ما الموضوع ده بيطول، او كل ما بتحس بالاعراض بشكل اكبر، كل ما بتحس بالتعب بشكل اكبر، وكل ما بتحس انك انت عايز تنام بشكل اكبر. ولكن انا بقول لك ما تقلقش، لان الموضوع ده بنسبه كبيره بيبقى امر طبيعي جدا، دي فسيولوجيه جسم، وجسمك بيتعامل مع الاكل لانه محتاج طاقه او محتاج عمليه تغذيه للمنطقه دي او الاعضاء دي، وبالتالي هتحس بشويه تعب، مع الوقت هتبدا تفوق. ولكن اللي مش طبيعي ان كتير من الناس ممكن بعد الاكل تحس انها هتفقد الوعي او داخله في غيبوبه، او تبدا تحس باعراض زي رعشه او عرق ساقع، او تحس نبضات القلب بدات تسرع وخلافه من الاعراض اللي بتبدا تقلق. ولكن انا شرحت الاول وقلت ان ده مع الاشخاص الطبيعيين بتبقى اعراض طبيعيه، ومع الوقت بتروح وما بتبقاش بالاعراض الشديده اللي تخليك تقلق. يعني مجرد يبقى شويه نعس، عايز تنام، شويه تعب، عشان خاطر انت بتهضم الاكل بالبلدي، والموضوع ما فيش منه اي قلق. امتى تبدا تقلق؟ لما تحس الاعراض التانية بدات تظهر. ايه الاعراض التانية؟ اللي هو تبدا تعرق، نبضات القلب تبقى سريعه، تحس بارهاق جامد، مش قادر ترفع دراعك، تحس بنوزيا جامده اللي هو عايز ترجع، تحس انك تقريبا داخل في غيبوبه او دايخ، او مش قادر تصلب طولك، او مش قادر تتكلم. كل دي بتبقى اعراض حاجه اسمها الدامبينج سيندروم. ايه هو الدامبينج سيندروم؟ الدامبينج سيندروم ده اسمه بالعربي متلازمه الاغراق، والموضوع ده بيتعرض ليه اكتر الناس اللي عامله عمليات جراحيه، وبالاخص واشهرهم عمليه التكميم. طيب ايه سبب الدامبينج سيندروم وايه علاقته بعمليه التكميم؟ التكميم بيحصل فيه ان احنا بنشيل جزء من المعده، تقدر في بعض الاحيان بنسبه 80% من المعده، والمعده هي العضو العضلي واول مستقبل للطعام بعد ما بينزل من الفم على الريق، هو اكبر مستقبل للطعام اللي بيبدا يمزج الاكل مع العصارات المعويه بتاعتك. ولان المعده حجمها صغر بنسبه 80% او نسبه قد تصل ل 80%، طبعا دي النسبه دي بتتحدد على حسب رؤيه الطبيب الجراح اللي بيعمل لك العمليه، فبالتالي بتبقى عمليه افراغ المعده من العضو العضلي اللي هي المعده للاجزاء اللي بعد المعده اللي هو باقي جهازك الهضمي، وهو بيبقى اول جزء بيبقى الاثنى عشر منه للامعاء الدقيقه. بتبقى عمليه الافراغ دي سريعه، ولما الاكل اللي موجود في المعده يدخل مره واحده بشكل سريع على الاثنى عشر، ماشي، بتبدا تحصل الاعراض اللي احنا قلنا عليها. الدامبينج سيندروم في منه نوعين، نوع اسمه ايرلي دامبينج سيندروم ونوع اسمه ليت دامبينج سيندروم.
الايرلي او هو متلازمه الاغراق المبكره ومتلازمه الاغراق المتاخره. الايرلي دامبنج سيندروم ده بيبقى نتيجه او سوري بيحصل في خلال من نص ساعه لساعه من بدايه تناولك للطعام. الليت بيبقى من ساعة ل3 ساعات، وفي كلا الأحوال تقريبا بتبقى الأعراض متقاربة. أعراض زي ما أنا قلت بتبقى عبارة عن تعب وإرهاق جامد، عرق، زيادة في معدل نبضات القلب، ضغط الدم بينزل، طبعا بعض التقلصات وانتفاخات في بطنك، ميول للقيء، بتبقى مش قادر تتحرك حرفيا أو ترفع دراعك. طيب ده بسبب ايه؟ زي ما انا قلت بسبب الافراغ السريع للمعده، لان بقى حجمها صغير والاكل دخل بسرعه على الاثنى عشر منه على الامعاء الدقيقه، فده بيعمل اختلاف في الفلويدز بتاعت الجسم، فبالتالي بيقلل، لان الجهاز الهضمي بتاعك عايز يهضم الاكل اللي دخل بسرعه ده مره واحده، فبيعمل التغييرات دي بسرعه، وبالتالي بيحصل الموضوع ده. طيب ايه السبب الثاني؟ في الغالب الدامبنج سيندروم بتزيد اعراضه او بتزيد صعوبة اعراضه مع الاكلات الغنية بالكربوهيدرات والغنية بالسكريات. ليه؟ لو اكلت وجبة كبيرة غنية بالكربوهيدرات او السكريات، في المقابل انت جسمك لازم بيفرز الانسولين عشان خاطر يدخل السكريات او الكربوهيدرات اللي هي بتتحول في الجسم وفي الجهاز الهضمي لسكريات، يبدا يدخلها في الخلايا بتاعه الجسم، وبالتالي الجسم يبدا يستفيد منها في صوره طاقه، ويبدا الجسم يستفيد منها يعني بصفه عامه. وزي ما احنا عارفين ان الجزء او الكربوهيدرات والسكريات اللي ما الخلايا ما بتستخدمهاش بتتحول لدهون وتتخزن في الجسم، وده بيبقى سبب زيادة الوزن عند بعض الناس. بس دي مش مشكلتنا دلوقتي. مشكلتنا ان الاكل لما بيدخل بسرعة على جهازك الهضمي بيبدأ البنكرياس يفرز الانسولين بمعدل اعلى من المعدل الطبيعي. ليه؟ لان في اكل دخل بسرعة، فبسرعة هو عايز يلحق يدخل الجلوكوز ده عشان يسيطر على الجلوكوز في المستويات الطبيعية في الدم، فبيفرز البنكرياس الانسولين بمعدلات كبيرة شوية. خلاص دخل الجلوكوز اللي دخل الدم دخله للخلايا، والباقي حوله لدهون، بس ستيل لسه الانسولين موجود في الدم بمعدلات كبيرة، فبيبدأ يحرق السكر اللي هو المفروض المستويات الطبيعية بتاعته اللي موجودة في الدم، اللي هي بتبقى من 70 ل 100 او من 70 ل 110، بيبدأ يحرقها. فالسكر اللي موجود في الدم اللي لازم لعمليات الدم لعمليات الجسم الحيوية بيبدأ ينزل تحت ال70، فبيبدأ بنسميه بيحرق السكر. تدخل في حالة الدامبنج سيندروم او الليت دامبنج سيندروم، اللي هو بيبقى من خلال ساعة او 3 ساعات بعد عملية الاكل. والموضوع ده بيخليك تحس بالتعب الجامد والارهاق والرعشة والعرق البارد والنوزيا الجامدة انك انت عايز ترجع، وضربات القلب السريعة. كل ده بيبقى اعراض الدامبنج سيندروم. وبالتالي بعض الناس ممكن توصل لحدة الموضوع انه ممكن يدخل في غيبوبة السكر. عشان خاطر نلحق او نتجنب الموضوع ده، الاسعافات الاوليه بتاعتنا اننا لما بنحسه كده نديله حته سكريات خفيفه مش كتير، حته سكر خفيفه او ملبسه صغيره عشان بس يحس بتحسن لحظي، ولكن ما نكررش الموضوع ده تاني. ازاي هنقدر نتغلب على الدامبنج سيندروم؟ بمنتهى البساطه، بالنسبه للناس اللي عامله عمليه تكميم او بالنسبه للاشخاص العاديين ولكن بيعانوا من الدامبنج سيندروم او بيعانوا من التعب بعد الاكل، اول حاجه نحافظ على وجباتنا بتبقى كميات صغيره عشان ما نتعبش بعد الاكل. بالنسبه للمتكممين احنا ما بناخدش وجبات، احنا بناخد زي سناكس، وجبات صغيره على فترات زمنيه متقاربه، يعني ممكن تاكل كل ساعتين او كل 4 ساعات وجبه خفيفه، وتتجنب الكربوهيدرات والسكريات لان دي هتعمل لك الموضوع ده بشكل عنيف وشكل متكرر. فناخد الوجبه بتاعتنا بقدر الامكان، نتجنب الكربوهيدرات او نقللها، والسكريات نقللهم، ونحاول ناخد مكانهم بروتين زي البيض زي الزبادي زي اللبن، الحاجات اللي زي كده، او ناخد مكانها فايبرز الياف زي الشوفان الحبوب الكامله او القمح الحبوب الكامله او فواكه او الخضار. الحاجات دي كلها هتسد الجوع وهتشبعك، وفي نفس الوقت هتتجنب
بيها موضوع الدامبنج سيندروم او التعب بعد الاكل. بالنسبه للاشخاص العاديين لما بتاكل وتحس بتعب، وده برضو يعتبر نفس السبب ان الاكل بيدخل بكميات كبيره في الدم وفي السكر بيعلى مره واحده. عشان نتجنب الموضوع ده بنعمل ايه؟ بنقول يا جماعه الالياف في الاكل مهمه جدا. الالياف دي اللي هي طبق السلطه. قارن مره انك بتاكل اكل مليان كربوهيدرات زي رز ومكرونه مثلا، او حاجات فيها سكريات عاليه من غير طبق سلطه، وقارن وانت بتاكل نفس الاكل هو بس حطيت جنبك طبق سلطه صغير. السلطه مليانه بالالياف. الالياف دي بخلاف انها بتنظم عمليه الهضم، بخلاف انها بتحسن من اداء جهازك الهضمي وتتجنب بيها الامساك، الالياف دي بتخلي السكر يدخل الدم بشكل تدريجي، يرتفع بشكل تدريجي، ما يرتفعش مره واحده فالبنكرياس يفرز انسولين مره واحده فيقوم حرق السكر اللي في الدم فتخش في الدامبنج سيندروم. الالياف بتسيطر على السكر، بتخليه يدخل الدم تدريجيا فيرتفع تدريجيا ويفضل في مستوياته الطبيعيه اللي الجسم قادر يسيطر عليها بشكل طبيعي، ويبدا يقل تدريجيا من غير ما تدخل في مرحله التعب والارهاق والدامبنج سيندروم اللي بيحصل بعد موضوع الاكل. يبقى الحل بتاع الموضوع اننا نقلل الوجبات، نقلل حجم الوجبات، نقلل الكربوهيدرات والسكريات اللي بتتاخد في الوجبه الواحده، ونزود من حصتنا في البروتين والالياف. ده كله هيساعد على اننا نقلل الدامبنج سيندروم. يا رب يكون الفيديو مفيد واستفدت منه. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير ومتابعه للقناه عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو الجاي.